اول ما بيعرف ان الست اللي شغالين عندها دي عمياء بيفتح الثلاجه وبيفضل ياكل اكلها، وصاحبه بيزعق معاه وبيقول له ايه اللي انت بتعمله ده، وبيقول له بعمل ايه جعان يعني شويه. والست العمياء بتسمعهم وبتقول لهم تحب اطلب لكم اكل، والولد بيتحرج جدا وبالله هو بيقول لي لما نخرج هنجيب اكل. بعد كده هو شغال صاحبه بيكون قاعد على الكرسي وما بيرضاش يساعده، فبتيجي الست العمياء وبتروح تاخد التليفون، والولد بيبص وبيلاقي ذهب وبيطمع فيهم وكان رايح يحط ايده وياخد الذهب، بس بيتقفل الضرفه بسرعه بالمفتاح. وبعد ما بتمشي بيقول له صاحبه دي فرصتنا عشان نحقق احلامنا، وبيقول له انت اتجننت انا مستحيل اخليك تعمل كده. وبيقول له ايه اكتر حاجه نفسك فيها، وبيقول له اعمل عمليه لامي، وبيقول له العمليه دي بكام، وبيقول له ب $100,000. وبيستغرب وبيقول له كتير قوي، والمبلغ ده لو قعدت سنه بتشتغل مش هتعرف تجمعه، وانت لو ما استغلتش الفرصه دلوقتي امك ممكن تروح منك. والولد بقى بيضعف وبيقول له بس هنفتحها ازاي، وبيقول له سيب دي عليا، وبيروح لها ويقول لها احنا خلصنا بس عايزين مفتاح الحمام، وبتقول له ماشي وبتدي له المفتاح. والولد ده بيقعد جنبها عشان يلهيها لحد ما صاحبه يخلص، وهو قاعد معاها بتحكي له على ابنها اللي مات بسبب انها قبلت صفقه حرام. ساعتها بيزعل وبيحس انه ممكن يخسر امه، وبيروح لصاحبه وبيتخانق معاه وبيقول له انا هرجع الدهب عشان دي مش من حقنا. والست بتسمع الصوت وبتقول لهم في ايه، وبيحاول يغريه تاني وبيقول له افتكر امك اللي بتموت. وفجاه بيوصل البوليس في الوقت المناسب عشان عرفت ان في واحد منهم حرامي، وبيقول للولد انزل على الارض وسيب الدهب. وبعد ما بينزل بيقول له على فكره ده شريكي، والست بترد عليه وبتقول له لا ده هو اللي كان بيحاول يغريه، وبتخلي البوليس يقبض عليه. من ترك شيء حرام لله عوض الله خيرا منه.